رسميا تشكيل النادي الاهلي امام نادي بتروجيت. المباراه اللي هتكون يوم الاربعاء الساعه 8 مساء. المباراه هتكون مهمه جدا، والمباراه دي اللي هتورينا الوش الحقيقي ليستروب. المباراه دي خلاص الاختبار ليستروب. يستروب خلاص لعب مع النادي الاهلي 3 مباريات، والحمد لله في ال3 مباريات نجح وقدر يكسب في ال3 مباريات. فالمباراه دي هتكون اختبار صعب جدا ليستروب، لان نادي بتروجيت معروف ان هو فريق منظم دفاعيا. تشكيل النادي الاهلي امام بتروجيت هيكون فيها تغييرات كبيره جدا جدا، والتغييرات دي هتوصل ل7 تغييرات او ممكن توصل ل8 تغييرات او ممكن توصل اصلا للتشكيله كلها تبقى متغيره عن مباراه النادي الاهلي واجل نوار. فلو مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك ويلا نبدا. وطبعا زي ما احنا متعودين هنبدا بحراسه المرمى، واول تغيير هيكون في حراسه المرمى. وحراسه المرمى بدل مصطفى شوبير هيكون محمد الشناوي. محمد الشناوي هيكون اساسي وبنسبه 100%. محمد الشناوي كان بس عنده اجهاد بسيط في العضله الضامه لكن رجع والحمد لله، وان شاء الله بنسبه 100% محمد الشناوي هيكون اساسي امام بتروجيت. بعد كده هنروح لقلوب الدفاع، وقلوب الدفاع معانا برضه هيكون تاني تغيير هيكون رجع لنا ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بنسبه 100% رجع للتشكيل الاساسي امام نادي بتروجيت. فياسر ابراهيم بنسبه 100% مدافع مقاتل، لكن ما تختلفش برضه ان هو مستواه نزل. مستوى ياسر ابراهيم نزل اليومين اللي فاتوا دول، مفيش تغطيه عكسيه، ودي النقطه السيئه اللي بقت في ياسر ابراهيم اخر ماتشين 3. ياسر ابراهيم بقى ما عندوش تغطيه عكسيه، وزي ما قلت لك لازم يكون مدافع طويل ويكون مدافع قصير. ممكن برضه لو انت عندك الاثنين طوال تلعب الاثنين طوال، لكن ما ينفعش يبقى الاثنين مدافعين يكونوا قصيرين، هيعملوا معاك مشكله في التغطيه العكسيه. لكن بنسبه 100% ياسر ابراهيم هيكون اساسي. نروح بعد كده لقلب الدفاع الثاني، وقلب الدفاع الثاني برضه هيكون ياسين مرعي. ياسين مرعي المباراه اللي فاتت كان اساسي، وبرضه في المباراه دي هيكون اساسي. ياسين مرعي هيكون اساسي، لان ياسين مرعي لازم يكون اساسي، لانه بيبقى نقطه تحول في النادي، في دفاع النادي الاهلي. هو اللي بيحول الكوره من الدفاع للهجوم، لانه لاعب كلنا عارفين ان هو بيلعب كوره على الارض كويس جدا جدا، لكن نقطه ضعفه ان هو قصير، وزي ما قلت لك التغطيه العكسيه. فلازم يكون مدافع طويل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ان شاء الله في يناير هيخلص في 2 مدافعين سوبر في يناير. فبنسبه 100% ياسين مرعي هيكون اساسي. نروح بعد كده للظهير الايمن، والظهير الايمن هيكون فيه محمد هاني. محمد هاني محدش يختلف ان الموسم ده افضل موسم لمحمد هاني في تاريخه دفاعيا وهجوميا، لكن افضل موسم مش لظهير، لا افضل موسم لمحمد هاني. محمد هاني مستواه مرتفع سنه بسيطه، الموسم ده صنع 4 اهداف، ودي حاجه غريبه اول مره تحصل في تاريخ محمد هاني ان هو يصنع 4 اهداف. وفي تنافسيه في المركز ده، لان يستروب عاجبه اللعب بتاع عمر كمال، عاجبه السرعه بتاع عمر كمال، وعاجبه التغطيه العكسيه لعمر كمال، وعاجبه الاداء الدفاعي لعمر كمال. فالفتره الجايه هنشوف تنافس بين عمر كمال ومحمد هاني. يستروب معجب بعمر كمال، وعمر كمال مش هيمشي عن النادي الاهلي في يناير، لكن بنسبه 100% محمد هاني هيكون اساسي. نروح بعد كده لمركز الباك ليفت، ومركز الباك ليفت بنسبه 100% هيكون فيه محمد شكري. محمد شكري هيكون اساسي في مركز الباك ليفت لغياب احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا اتطرد في المباراه اللي فاتت امام الاتحاد السكندري، فمش هيكون اساسي لانه خلاص اتطرد، مش هيلعب المباراه اصلا ولا هيخش القائمه. فاللي هيكون اساسي بنسبه 100% هيكون محمد شكري. محمد شكري طبعا افضل من احمد نبيل كوكا في المركز ده بمراحل، لكن لو مش متصاب فبنسبه 100% محمد شكري هيكون اساسي في مركز الباك ليفت. نروح بعد كده لمركز خط وسط مدافع، ومركز خط وسط مدافع فيه غياب مروان عطيه، فبنسبه 100% هيكون اليو ديانج. غياب مروان عطيه لتراكم الانذارات، فهيكون فيه اليو ديانج. طبعا هيتاثر المركز ده، مش لان اليو ديانج موجود فيه، لا لان غياب مروان عطيه مؤثر. مروان عطيه لاعب بيجيد اللعب، الطلوع بالكوره اصلا، فانت النقطه دي مش موجوده في اليو ديانج، فهيكون في ضعف في الطلوع بالكره. لكن اليو ديانج في التغطيه العكسيه لاعب جامد جدا جدا، في التغطيه العكسيه اصلا افضل لاعب في النادي الاهلي في النقطه دي، فبنسبه 100% اليو ديانج هيكون اساسي. نروح بعد كده لمركز 8، ومركز 8 هيكون فيه محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان المباريات اللي فاتت كان بيلعب مركز 10 لغياب زيزو، لكن خلاص زيزو رجع، هيلعب في مكانه تاني، هيلعب في مركز 8. هيلعب في مركز 8 محمد علي بن رمضان بنسبة 100% أمام بتروجيت. نروح بعد كده بقى لمركز 10، ومركز 10 أخيرا رجع له محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن ما لعبش المباراة اللي فاتت أساسي، فهيلعب في المباراة دي لأن خلاص زيزو رجع، فاللي هيلعب في مركز 10 هيكون محمود حسن تريزيجيه بنسبة 100%. المركز اللي معانا بعد كده هو الجناح الأيمن، والجناح الأيمن رجع له زيزو بنسبة 100%. ففي الجناح الأيمن هيكون فيه أحمد السيد زيزو. أحمد السيد زيزو خلاص المباراة اللي فاتت ما لعبش أصلا لا أساسي ولا مش أساسي ولا احتياطي، وهو خلاص قاعد احتياطي وما لعبش. طب ليه ما لعبش أساسي؟ لأن أحمد السيد زيزو حس ان في حاجه في العضله الضامه، فالجهاز الفني قرر ان هو يريحه، لان اصلا مش اصابه، هي حس بس بحاجه بسيطه. لكن احمد سيد زيزو هيكون اساسي في المباراه بتروجيت.
نروح بعد كده للجناح الايسر، والجناح الايسر بنسبه 100% هيكون في اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي هيكون في الجناح الايسر بنسبه 100%، واشرف بن شرقي حاليا افضل جناح مهاري في النادي الاهلي. لاعب خفيف، لاعب كلنا بنشوفه بيعرف يعدي على الخط، بيعرف يعدي واحد على واحد، وممكن يكون هو اصلا اللاعب الحالي الوحيد اللي بيعرف يعدي واحد على واحد في النادي الاهلي. فبنسبه 100% اشرف بن شرقي هيكون اساسي. نروح بعد كده لرأس الحربة، ورأس الحربة اللي حصل فيه كلام كبير جدا جدا، والمباراة اللي فاتت أمام إيجل نوار اتطرد، وهو هيكون فيه جريدي شار. جريدي شار بنسبة 100% هيكون أساسي مباراة بتروجيت. لكن جريدي شار المباراة اللي فاتت كلنا شفنا سوء التحكيم، يعني سوء تحكيمي عالي جدا جدا. اللاعب أول ما جريدي شار لمسه بس بكوع كده، اللاعب ما شاء الله عليه في التمثيل وخلى جريدي شار ياخد طرد. ففي أزمة أصلا عند جريدي شار. جريدي شار ممكن يتوقف 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، لأن أي لاعب بيتخبط بالكوع بيتوقف من مباراتين ل3 مباريات اقل حاجه. فجريدي شار ممكن ما نلاقيهوش معانا في دوري الابطال في دور المجموعات، يغيب عننا 3 مباريات، ودي هتكون ازمه كبيره جدا جدا عن النادي الاهلي. فبنسبه 100% في مباراه بتروجيت هيكون معانا جريدي شار. وبكده تكون خلصت حلقتنا. عايزك تتوقع المباراه هتخلص للنادي الاهلي ولا هتخلص لبتروجيت، وتقول لي هتخلص كام كام، لان ممكن بتروجيت يعمل مفاجاه ويفوز على النادي الاهلي، ودي هتكون كارثه في النادي الاهلي. وعايزك برضو تخش تتفرج على حلقه مهاجم النادي الاهلي الجديد اللي هو ابراهيم ديابتي، عامل لك حلقه، ومهاجم جامد جدا جدا. خش شوف الحلقه، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. السلام عليكم.